بتبدأ حكايتنا مع كبير وابنه دروب، وهو مستني بنت جنفي، وبيلاحظ كبير بنته وهي بتحضن شاب، وبيسأل دروب عن الواد ده، وبيعرف دروب إن هو صديقها عادي، وكمان كانت هتركب ورا واحد تاني، لكن كبير بيندى عليها وبيسألها مين ده، وبتسأله أنهي واحد، وكان هيتعصب عليها، ولكن بتغير الموضوع وبتطلب منه إنها تروح رحلة مع أصحابها، ولكن كبير بيكون عارف إنها تخرج مع حد من الشابين، وبتفضل تتحايل عليه علشان يوافق. وفي البيت وسط ما هم قاعدين بتطلب منه يوافق إنها تروح الرحلة، فبيوافق إنها تروح، ولكن بشرط إنها تبعت له لوكيشن بمكانها وتتواصل معاه دايما، ولكن بتعرفه جنفي إنه كده بيخنقها وممكن ما ترجعش البيت تاني، ولكن كبير بيعرفها إنها مهما بعدت هيعرف يرجعها البيت. بيشغل دروب فيديو صوروا لآخر رحلة ليهم وهم مبسوطين، وقتها بنعرف إنهم عيلة سعيدة جدا، وبيقرروا إنهم يطلعوا رحلة تاني قبل ما جنفي تسافر، وبيكونوا في مطعم وكبير ودروف جوه الحمام، وهناك بنشوف راج اللي بيكلم بنته وكبير بيسمعه، وبيخرج يقعد مع أسرته، وبنعرف إن جنفي مش بتحب الأكل الدسم وبترفض إنها تاكل، وبيطلب كبير شاي، ولكن مش بيكون معاهم فك، ولكن الراجل بيلاحظ ده وبيطلب الشاي لكبير، وكان هيقعد على الترابيزة اللي جنبهم، ولكن كبير بيطلب إنه يجي يقعد معاهم، وراج بيتعرف عليهم وبيوريهم صورة بنته كمان، وبيجي تليفون لكبير وبيقوم علشان يكمل المكالمة. ساعتها راج بيقدم بسكوت لجنفي، ولما بتاكلها بتحس بحاجة غريبة جدا، والحكاية كلها هتبدأ من هنا. بيوصل كبير بعد ما خلص المكالمة، وقتها راج بيطلب من جنفي إنها تاكل، وساعتها بتاكل على طول رغم إن جنفي مش بتحب الأكل الدسم، وبعد ما بتخلص الأكل بيطلب منها تشرب، فبتشرب بدون أي تفكير، وبتسمع كلامه في أي حاجة يطلبها. بتخاف جنفي وبتطلب من أبوها إنهم يمشوا من هنا، فبيسلم كبير على راج وبيخرج من المطعم، ووقت ما كبير كان بيشتري حاجة بيظهر راج وبيدي جنفي بسكوت، وبيطلب منها إنها تاكل البسكوت لما توصل البيت، وفعلا لما بيوصلوا كله بينزل من العربية، ولكن جنفي بتكون لسه في العربية وبتاكل البسكوت زي ما طلب منها راج بالظبط. وقتها كبير بيوقع دروب في حمام السباحة، وكمان بيوقع مراته، ولما بتوصل جنفي بيوقعها هي كمان، وبينزل معاهم كبير لحد ما تخرج مراته بعد ما تليفونها بيكون اتبل، وبتحطه في الرز وبتغير هدومها، ولما بتوصل بلكونة بتلاحظ وجود راج بره البيت، ولما بتعرف كبير انه راج اللي قابلهم في المطعم موجود بره، بيخرج كبير علشان يقابله، فبيلاقيه دخل البيت، ولما بيسأله عايز ايه بيعرفوا ان تليفونه فصل وعايز يشحن التليفون، وجنفي بتعرف ابوها ان هي اللي دخلته البيت، وبيطلع كبير علشان يغير هدومه، وبيطلب من مراته تعمل شاي. وقتها راج بيلف في البيت براحته وبيلاقي صورة جنفي، فبيمسكها وبيفضل يبص عليها. وقتها بتوصل زوجة كبير وبتقدم الشاي، وبتطلع هي كمان، وراج بيقعد في البيت وبيكون واخد راحته قوي، تحس انه هيسيطر على البيت كله. ولما بتوصل زوجة كبير بتعرفه انها مش مرتاحة لراج وعايزاه يخرج بره البيت، ولكن كبير بيعرفها انه خلال 15 دقيقة هيشحن الموبايل ويمشي. وقتها بتسأل كبير ازاي عرف مكان البيت، وبيطلب منها كبير انها تخبي اي حاجة غالية، وبعد ما بيغير هدومه هينزل وهيطلب منه يمشي. في نفس الوقت جنفي بتكون مع راج وبتحكي له كل حاجة عن عيلتهم، وبتعرفه كمان انها هتطلع رحلة مع اصحابها، وبيطلب منها راج انها ما تروحش الرحلة دي وتيجي معاه البيت، وبتوافق جنفي على كل طلبات راج. وقتها بيوصل دروف وبيطلب من جنفي تلعب معاه، وبيطلب منها راج تلعب مع دروف لحد ما يبطل يطلب يلعب تاني. وقتها مرات كبير بتسمع صوت دروف وبتلاحظ ان جنفي بتلعب معاه بدون توقف، ودروف بيكون خايف جدا. في نفس الوقت راج بيكون قاعد مبسوط وبيضحك، وبيوصل كبير وبيطلب من جنفي انها توقف، ولكن مش بتسمع كلام حد لحد ما بيطلب منها راج تبطل لعب. ساعتها بتوقف جنفي، وكمان لما بيطلب منها راج تعتذر بتعتذر، وبكده راج هو اللي بيكون متحكم في جنفي. بعدها وهم قاعدين على الاكل بيوصل راج وبيعرف كبير انه غلطان في تربية اولاده، ولكن كبير بيعرفه انه ما يتدخلش في حياتهم وهو ما يعرفش عنهم حاجة، ولكن راج بيعرف انه يعرف عنهم كل حاجة، وان بنته طالعة رحلة مع حبيبها فيفان. ولما امها بتسألها ليه اتكلمت معاه في موضوع زي كده بتعرفهم انها مش عارفة ليه كل ما يطلب حاجة منها بتعملها على طول، وبيعرفهم راج ان بنتهم بتنفذ كل كلامه، وبيخليها تتصل بحبيبها فيفان وتعرفوا انها مش طالعة معاه الرحلة وهتنفصل عنه وتحظر رقمه، وفعلا بتعمل كل اللي طلبوا منها. فكبير بيقوم وبيطلب من راج انه يمشي، ولكن راج بيعرفوا انه مش هيمشي غير بعد ما يخلص اللي هو عايزه، ولكن كبير بيمسكه من ايده وبيخرجه. وقتها راج بيقول لجنفي توقف كبير، وفعلا بتقف جنفي قدام ابوها، ولكن بيحاول كبير يبعدها. وقتها جنفي بتزقه وبتعرفه ان راج مش هيخرج من هنا. ووسط ما كبير ومراته مصدومين من اللي بيحصل بتسألها امها ليه بتسمع كلامها، ولكن جنفي بتعرفها انه لازم تنفذ كل كلام راج. ولما بيسأل كبير راج عمل ايه ببنته، وقتها بيعرفوا راج ان ده هيبقى السحر الاسود،
وبيعرفهم ان بنتهم دلوقتي تحت تأثير السحر ده ومش هتسمع كلام حد غيره، وعلشان يثبت ده بيقول لها تيجي تقعد، وفعلا جنفي بتنفذ اوامره، ولما بيطلب منها تبكي بتعمل كده. وقتها بيقول لها راج انها تخرج وترمي نفسها في حمام السباحه وتقعد تحت الميه، ولكن كبير وامها بيمسكوها لانها كانت خارجه تعمل كده، ومش بتقف غير لما راج بيطلب منها. وقتها بتساله ام جنفي انت عايز ايه؟ فبيعرفها ان هو ده السؤال الصح، وبيقول لهم يجمعوا كل تليفوناتهم، ولما بيجمعوا التليفونات بيقول لجنفي تكسرهم. وقتها جنفي بتكسر كل التليفونات وبتقطع النت كمان عن البيت. بعدها بيطلب من جنفي تاكل الشاي ناشف وبتنفذ، ولكن كانت هتموت. وقتها بيحاول كبير يوقفها، ولكن بيقول لها راج تضرب ابوها بالقلم، وفعلا بتعمل كده وسط ذهول من كبير. بعدها بيقول لها راج انها تعمل له مساج، وبيعرف كبير ومراته انه محتاج يمشي وياخد جنفي معاه، ولكن كبير بيرفض وبيكون خايف على بنته جنفي لانها بتسمع كلام راج. وقتها راج بيضرب جنفي برجله، ولكن كبير مش بيتحمل اللي حصل وبيضرب راج وكان هيقتله، ولكن راج بيقول لجنفي تكسر دماغ اخوها، وفعلا بتجري جنفي على دروف وبتخبط دماغه في السلم. وقتها بيفضل راج يضحك زي المجنون، وكبير بيكون خايف على ابنه بعد ما اغمى عليه. وقتها بتوصل الشرطة على الباب، ولكن محدش بيفتح ليهم، فبتقتحم الشرطة البيت، فبتلاقي راج وكبير ومراته قاعدين مشغلين موسيقى. ولما بتسأل الشرطة ليه مش فاتحين الباب، بيعرفهم كبير ان الموسيقى كانت عالية وما سمعوش الجرس. وقتها الشرطة بتعرفهم ان جالهم بلاغ من رقم مراته، ولكن بترد عليهم انه اكيد ابنهم دروف هو اللي رن مع الشرطة، وبتدخل علشان تجيب التليفون، فبتلاقي جنفي فاتحة الغاز ومستنية اي كلمة من راج عشان تولع في المكان. ولما بيسأل الشرطي عن دروف بيعرفوا كبير انه نايم فوق، ولما بينده عليه بيعرفوا الشرطي انه خلاص يسيبه نايم، ولكن بيعرفوا انه ما يرنش على الشرطة تاني. وقبل ما يمشي الشرطي بيشم ريحة غاز، وبيطلب من المساعد يشوف اللي بيحصل، ولكن كبير بيعرفوا انه هيقفل الغاز خلاص وكان نازل دروف، ولكن الشرطي مش بيكون شايفه. وبعد ما تمشي الشرطة كبير بيطلع يطمن على ابنه، ومرات كبير بتطلب من راج انه يوقف جنفي. وقتها كبير بيطلب من راج انه ياخد ابنه للمستشفى علشان يساعده وياخد اي حاجة محتاجها. وقتها راج بيطلب منهم اي حاجة غالية عندهم في البيت. وقتها كبير بيجهز كل حاجة في الشنطة وبيسلمها لراج، وفعلا بيخرج راج. وقتها بيفتكر كبير انه خلاص كده هيرتاح من راج، ولكن بيفتح كبير الباب بيلاقي راج ولع في الشنطة، وبيعرفه راج انه مش محتاج فلوس، وبيقول له ان دي ليلة مميزة جدا بالنسبة له، وبيعرفوا كمان ان في الفجر هيكون في اقوى حالاته. وهنا بنعرف ان راج ساحر شرير جدا وبيستعمل دايما السحر الاسود. بعدها بيدخل راج البيت وبيقول لجنفي انها تضرب نفسها، وفعلا بتعمل كده. وقتها كبير ومراته بيكونوا زعلانين جدا على بنتهم، وبيطلع كبير لدروف. وقتها راج بيقول لجنفي انها ترقص له، وجنفي بتعمل كده فعلا لان راج مسيطر عليها بالسحر الاسود، وبتتعب جدا من الرقص ومش بتقدر تبطل غير لو طلب منها راج. وامها بتكون شايفاها وهي تعبانه، ولكن مش بتقدر تعمل لها حاجه. ولما بتتعب جدا جنفي بتجيب لها امها الميه، ولكن راج بيأمر جنفي ترمي الميه، وبيقول لمرات راج انها تطلع لابنها، ولكنها بترفض. فبيأمر جنفي تجيب سكينه. في نفس الوقت كبير بيلاقي المسجل بتاع ابنه دروف، وبتجيله فكره ولكن هنعرفها بعدين. لما بتوصل جنفي للسكينه بيقول لها راج لو امها ما طلعتش تقتلها. وقتها بتفضل تبص لبنتها على امل انها تفوق من سحر راج، ولكن بيكون من غير فايده. ساعتها بتطلع لفوق، ولما بيسألها كبير عن راج بتعرفوا ان جنفي تحت بتحرسه. ولما بيحاول كبير ينزل علشان يقتل راج بنشوف جنفي بتبكي لان لو نزل كبير هتقتله، وبتعمل حمام على نفسها. وقتها بيرجع كبير تاني لفوق وبيعرف مراته ان بنتهم عملت حمام على نفسها، فبتنزل تجري مراته وبتطلب من راج انها تدخلها الحمام، ولكن راج بيرفض وبيعرفها انها تجيب لها هدوم نظيفه مش اكتر. وقتها بتطلع امها تجيب بنطلون لجنفي. في نفس الوقت كبير بيفتح الشباك علشان ينزل لراج، ومراته بتاخد السكينه من جنفي وكانت هتقتل راج، ولكن جنفي بتدافع عن راج. وقتها جنفي كانت بتدور على السكينه زي المجنونه، واول ما بتلاقي جنفي السكينه كانت هتقتل امها، ولكن بيوصل كبير وبيمسك جنفي، ولكن بتقدر جنفي انها تضرب كبير في رجله بالسكينه، وبيقدر كبير انه يربط جنفي في السلم علشان ما تاذيش حد. وقتها راج بيقدر انه يفلت من ايد مرات كبير، ولكن كبير بيضربه وكان هيقتله، ولكن راج بيأمر جنفي انها تضحك وما تبطلش ضحك ابدا لحد ما تموت. وقتها بيسيبه كبير علشان بنته، فبيأمر راج جنفي انها تبطل ضحك. في نفس الوقت دروف بيكون بيسجل صوت راج، وراج بيأمر كبير انه يسيب جنفي علشان ياخدها معاه، ولكن بيرفض كبير. علشان كده راج فك جنفي وبيأمرها تقتل دروف، وفعلا بتجري على دروف، ولكن كبير وامها بيقدروا يمسكوها وبيدخلوها الأوضة. وقتها جنفي بتهدى وتفضل تعيط، ولكن بتضحك عليهم وتقدر انها تحبسهم علشان تقتل دروف، وبتفضل تبحث عن دروف في البيت علشان تقتله، وبتعرف مكانه من راج، وبتجري عليه وبتلاقي شاكوش تكسر بيه الباب.
في نفس الوقت كبير بيقدر انه يخرج هو كمان وبيطلع علشان ينقذ ظروف، ولكن جنفي بتضربه في السكينة في ايده وبتسحب السلم علشان محدش يوصل لها، ولكن كبير بيجري لتحت علشان يلحق ابنه، ولكن جنفي بتقدر انها ترمي دروف قبل ما يوصل كبير، وبيفضل يبكي كبير على دروف، وامه كمان بتكون حزينة جدا عليه، ولكن وقتها بيتنفس دروف وبيطلع عايش، وبيقول لهم راج انه ياخد جنفي علشان يقدروا ينقذوا ابنهم، فبيوافق كبير انه ياخدها. بعد كده بيركب كبير دروف العربية، ولكن دروف بيطلب من ابوه انه يرجع جنفي، فبيطلب كبير من مراته انها تاخد دروف للمستشفى. في نفس الوقت كبير بيعالج جروحه وبيتحرك ورا الراج علشان يرجع جنفي. وفي الغابة وسط ما راج بيمشي هو وجنفي بنلاحظ وجود بنات كتير بيكون مسيطر عليهم راج، وبيوصل راج وباقي البنات للمكان اللي بيمارس فيه السحر الأسود. في نفس الوقت بيوصل كبير لصديقه هشام علشان ياخد التليفون بتاعه، وقتها بنعرف ان كبير لما نزل من الشباك قدر يفتح تليفون راج وقدر يتابع تليفون راج، وفعلا بيتحرك كبير على مكان راج. في نفس الوقت راج بيكون بيحضر لبعض الطقوس الشيطانية، والبنات اللي مسيطر عليهم بيساعدوه في الطقوس دي، وقتها بنعرف ان راج مجمع البنات دي كلها وبيقدمها للشيطان، وبيعرف البنات ان كل ما يرمي دمية في النار لازم يقربوا ناحية النار اكتر، ولما يرمي اخر دمية لازم كلهم يرموا نفسهم في النار. في نفس الوقت كبير بيكون قرب يوصل، ولكن بتطلع عليه بنات توقفه وبيقدر انه يضربهم، وبيوصل مكان راج. وقتها بنت بتضربه، ولما بيقع في الارض البنات بتاخده عند راج، وقتها بيرمي راج الدمية في النار، كل ما يرمي الدمية البنات بتقرب اكتر من النار، ولكن قبل ما يرمي اخر دمية بيقدر يضربه كبير ويقطع لسانه بالسكينة اللي في ايده. في نفس الوقت البنات بتهجم على كبير، ولكن وقتها بيشغل كبير المسجل بصوت راج انهم احرار، وبنعرف خطة كبير لما سجل لراج وعدل الصوت وقدر انه يحرر كل البنات اللي كانت تحت تأثير السحر الاسود، وفعلا بترجع البنات كلها لطبيعتها تاني. وفي المستشفى بنشوف كبير وبتوصل الشرطة وبتعرفوا انه قدر يرجع 108 بنت لأهلهم، ولما بيسأل كبير على الراج بتعرف الشرطية انه ما كانش موجود في المكان. وقتها جنفي بتحضن ابوها وبنشوف ان دروف كمان بقى بخير. بعدها بنلاحظ وجود كبير في الغابة وبيمسك فار ميت وبينزل لمكان تحت الأرض، وهناك بنلاحظ وجود راج وقتها، وبنعرف إن كبير قرر يعاقبه هو بنفسه لأن الشرطة هتكون رحيمة معاه. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.